السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون كلها بخير وعلى خير، عواشركم مباركة بالصحيحة والسلامة ان شاء الله وكل ما كتمناو. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم طريقة ديال هاد المعسل باللوز والجوز، كتجي اكثر من رائعة شكلا ومذاقا، كتجي معلكه وكذلك مقرمشه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، والى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك، تشجيعاتكم، تعاليقكم، بارطاجوا مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش هكا كتعم الفائده على الجميع. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله. هنا أول حاجة عندي 500 غرام ديال اللوز اللي فسختو، وضروري باش تنجح معاكم إن شاء الله كتنشفوا اللوز ديالكم ليلة كاملة، المهم ما تكونش فيه حتى شي قطرة ديال الماء نهائيا. من بعد كنحتاج 250 غرام ديال الجوز او الكركاع. هنا بالنسبه للكركاع ما تحمروه ما تصهدوه ما حتى شي حاجه، علاش؟ باش ما كيطلقش لينا ديك المروره. غادي نحتاج معاهم 2 ملاعق كبار من الزبده دائبه. هنا اخواتي من الاحسن تاخذوا زبده حيوانيه، يعني زبده كتكون من نوعيه جيده. كذلك غادي نحتاج 100 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر ما كنضيفش بزاف حيت مازال غادي تعسلوا لينا، يعني باش ما تكونش الحلاوه كتر. هنايا غادي نحتاج 2 ملاعق كبار من ماء الزهر يكونوا عامرين، ونص معلقه صغيره ديال القرفه، وطريطيقه ديال المسكه الحره. كنطحن هنايا اللوز مع السكر سنيده، يعني كطحنوه مزيان. هنا ردوا بالكم مع الطحان، يعني كنطحن شويه وكنطفيها، كذلك كنبدا نحرك داك اللوز حتى كتحسوا به كيبدا يتجمع لينا في اليد ديالنا. من بعد في نفس الطحانه كنطحن هنايا الكركاع. هنا بالنسبه اخواتي الكركاع يعني غير هرمشوا شي شويه، ما يجيش مطحون بزاف. هذا هو العقده كتجي بهذا الشكل هذا كيف لاحظتوا معايا، يعني غير كنجمعها بيدي كتجمعنا، راه باقي مازلنا لا زبده لا ماء الزهر لا حتى شي حاجه. كنضيف عليها داك الكركاع كيف قلت لكم هنا شويه كيكون مهرمش باش كيعطينا ديك اللذه وداك المذاق. صافي هنايا كنضيف عليهم ديك المكونات، هذاك نص معلقه صغيره ديال القرفه، كنضيف مسيكه حره هنا طحنتها مع شويه ديال السكر سنيده، كنضيف دوك 2 ملاعق كبار عامرين من الزبده دائبه، وكنضيف هنايا كيف قلت لكم 2 ملاعق كبار من ماء الزهر. صافي كنبدا نخلط الكل جيدا حتى كنتحصلوا على عقده يعني كتجينا رطبه. هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه، او العقده كتكون بهذا الشكل هذا. الا شفتوها باقا ما تجمعاتش لكم زيدوا واحد شويه ديال ماء الزهر. صافي هنايا العقده ديالي وجدات كيف لاحظتوا معايا، غير كتبركوا عليها كيكون هذا الشكل ديالها. هنا كناخذ هاد الورقه هذه راها صغيره، يعني كيبيعوها الاسطورات ديال الشناوه، كتكون فيها 50 حبه. كناخذ العقده ديالي هنا شكلتهم هكا على شكل مربعات غير باليد ديالي انتم كيف لاحظتوا معايا. من بعد كندهن ببياض البيض او ديروا الدقيق والماء، وهنا من الاحسن كنفضل بياض البيض حيت كيلصق لينا وكتبقى هكا، يعني ديك الحليوه كتجي احسن. وكنلف الورقه ديالي كيف لاحظتوا معايا باش نشكلها هكا على شكل مربع. صافي كنتني داك الطرف بهذا الشكل هذا، يعني راها ساهله وكتجي رائعه. انا كناخذوا الحبه ديال الكركاع كندوزوها في بياض البيض هنا باش ناكد عليكم انكم حاولوا وركوا عليها واحد شويه هكا باش كتثبت لينا ديك الكركاعه في الورقه. انا غادي نعاود معاكم وحيده اخرى. كيف لاحظتوا معايا يعني طريقه سهله، وماشي بالضروره يكونوا عندكم هاد الورقه هذه، يمكن لكم غير تقطعوها نتوما هكا بيديكم، يعني
طريقه راها جد مبسطه وسهله. هاد الورقه صراحه كتنفع، يعني كديريها لحد في القد وكتشكليها. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه كامله صافي هنايا كنخليهم على جانب. واللي غادا نقول لكم باش تنجح معاكم ان شاء الله، كتخليوها تنشف ليله كامله. هنا مثلا درتها في الليل، كنخليها تنشف ليله كامله حتى كتنشف لينا. من بعد لا غد ليه كنشعل الفران على درجه حراره 180 درجه، كتشعلوا الفران ديالكم حتى كيسخن مزيان. من بعد كنبدا نقص على ديك درجه الحراره واحد شويه. كندخل لاطا ديالي هنا، ردوا معاها البال. هادشي اللي غادا نقول لكم باش العقده ديالكم ما تقصحش نهائيا. كدوز ديك ال 15 دقيقه كنقلبها غير من الاسفل، كتبان يلاه بدات كتحمر، كنحمرها من الوجه ديالها. الا كان الفران ديالكم كيشعل من الفوق ومن الاسفل كتخليوها 14 دقيقه حتى ل 15 دقيقه، ما تفوتوش عليها نهائيا، سينو العقده ديالكم كتقصح ليكم. هنا راه كيف كتشوفوا ديك الحموريه راه ماشي محمره بزاف، يعني راه كتبان لكم هنا مع الكاميرا. هنا راه غير بدات فيها ديك شويه ديال الحموريه كنزولها مباشره، كنحمرها من الفوق. ما تجهدوش على العافيه باش داك القرقاع ما كيبقاش يطير ليكم. صافي هنايا مباشره غير كنخرجهم من الفران كنطفيهم في العسل، كيجيو اكثر من رائعين، ما غاديش تشبعوا منهم. كتجي معلكه والورقه كتجينا هي هذيك. الا كما قلت لكم خليتوها في الفران بزاف ولا خليتو الفران ديالكم مجهد، راه ديك الورقه كتقرمش لينا بزاف بزاف وما كتبقاش زوينه، والعقده من التحت كلها كتبدا تشوط لينا. غير ردوا معاها البال باش تبقى لكم ديك العقده ديالكم معلكه وكتجي بنينه ولذيذه كيف قلت لكم. المهم كثرت لكم بنينه ولذيذه، ولكن كنحاول نوصل لكم الميساج باش هكا نجح معاكم ان شاء الله. ومن بعد هذا هو الشكل ديالهم، يعني كنعملهم هنايا في كويغطات. وخليت لكم راحه الله، ونشوفكم ان شاء الله في وصفات مقبله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.